أهلا وسهلا بكم أصدقائي أصدقاء قناة على المنصة مع أحمد حواش، القناة اللي بتقدم لكم كل ما هو مختص بعالم القانون بشكل بسيط وعملي. موضوع الفيديو بتاع النهاردة موضوع يخص كل ست مصرية، لأن إحنا هنتكلم في كل الحقوق الخاصة بالست المصرية في القانون المصري، واحدة واحدة كده مع بعض. هنتكلم في كل الحقوق اللي تخصك، سواء كانت الحقوق الدستورية أو الحقوق القانونية. وأول حاجة لازم تكوني عارفاها كويس جدا إن القانون المصري بيعامل الراجل والست على حد سواء، وبيمنع أي تمييز على حسب النوع. ولازم برضو تعرفي إن الدستور المصري إداك الحق في نقل الجنسية لأولادك زيك زي الراجل بالظبط. أما بالنسبة لحقوق العمل واللي فيها ساوى القانون المصري بين الراجل والست، بل إدى امتيازات أكتر للست بأجازات خاصة بالست فقط، ودي مثلا زي أجازة الوضع واللي بتستمر لمدة 90 يوم، أجازة مدفوعة الأجر، وده منصوص عليه في قانون العمل. وكمان ساعات الرضاعة، ودي برضو أجازة مدفوعة الأجر، بتبقى عبارة عن ساعة يوميا لمدة 24 شهر بتختص بيها الست اللي بتكون جاية من أجازة الوضع. وكمان حماية الست من الفصل التعسفي، وده هنا لو الجهة اللي انت بتشتغلي فيها فصلتك أثناء أجازة الوضع، انت هنا بيعتبر القانون ده فصل تعسفي، ويكون ليكي كل حقوقك اللي منصوص عليها في قانون العمل. وده طبعا كله غير التعديلات اللي بتغلظ عقوبة التحرش الجنسي ضد المرأة، أيضا الجرائم اللي بتكون سببها العنف ضد المرأة، ووصل القانون بعض الحالات للسجن، ده غير طبعا الغرامات المقررة. بالنسبة للعنف اللي بتتعرض له المرأة، القانون هنا ميز بين العنف اللي بتتعرض له المرأة خارج نطاق الأسرة، وده بيعاقب عليه بشكل أكبر، ولكن برضو القانون منسيش المرأة في العنف اللي بتتعرض له داخل الأسرة. لو اتثبت ده، برضك القانون يعاقب كل من يتعدى ويرتكب العنف ضد المرأة، سواء كان من خارج الأسرة أو من داخل الأسرة. أما بالنسبة للحقوق في قانون الأحوال الشخصية اللي هي محكمة الأسرة، اللي هي بتشمل النفقات الخاصة بالزوجة، فده طبعا إحنا علشان ده موضوع كده هنقدمه لحضراتكم في فيديو مخصص في كل حقوق الزوجة بند بند وواحدة واحدة. وده طبعا لأن دي من أكبر المساحات اللي ادى فيها القانون الحق للزوجة، وطبعا من أهم حقوقها. القانون المصري منسيش المرأة المصرية أو البنت المصرية في الحق في التعليم، لأن الدولة بتكفل تعليم البنت لحد المرحلة الثانوية، وده طبعا ليه دور كبير في حل مشكلة الزواج المبكر. والفجوة اللي موجودة بين النصوص القانونية وتطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، اللي كل مدى القانون بيحاول يغطي أو يقفل على الفجوة دي، ودي بترجع لأسباب عديدة، من ضمنها إن الست بتكون جاهلة بالحقوق القانونية الخاصة بيها، ولازم يكون عندها توعية كبيرة جدا بحقوقها عشان تقدر تطالب بيها. وغير طبعا إن بيكون في أسباب تانية زي العادات والتقاليد اللي موجودة في المجتمع، واللي بتعرقل وجود أو إثبات القانون بشكل كامل. وبرغم التقدم الكبير اللي محققه القانون المصري، خاصة بوضع الست المصرية والحفاظ عليها داخل المجتمع بشكل عام وداخل الأسرة بشكل خاص، إلا إن لسه في تحديات ولسه في تعديلات جديدة بتتم وهتحسن الست أكتر وأكتر، علشان القانون المصري مقدر أهمية وجود المرأة، وده طبعا مش جديد على التشريعات الخاصة بينا. وإن طبعا بنلاحظ إن بين فترة والتانية بيكون في تعديلات خاصة بقانون الأسرة، وده طبعا بيكون هدفه حماية الأسرة والمجتمع بشكل عام. ولو استفدت من الفيديو بتاع النهاردة، ما تنساش الإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول.